أسرار الأهرامات ما بتنتهيش. اكتشاف فريد قرب هرم خوفو ينضاف لكنوز الجيزة. لا تزال منطقة أهرامات الجيزة تخبئ في جعبتها الكثير من الأسرار والكنوز، حيث أعلنت البعثة الأثرية الروسية التابعة لمعهد الدراسات الشرقية لدى أكاديمية العلوم الروسية عن اكتشاف فريد بالقرب من هرم خوفو الأكبر. هذا الاكتشاف يسلط الضوء على أهمية المنطقة الغنية بالتراث الثقافي والتاريخي، ويعكس جهود العلماء لاستكشاف المزيد عن حضارة الفراعنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في جذب المزيد من السياح إلى المنطقة، مما يتيح لمصر فرصة لزيادة العوائد الاقتصادية من السياحة الأثرية. وتأتي هذه الاكتشافات ضمن سلسلة من الإنجازات الأثرية التي تحققت في السنوات الأخيرة. من جانبه قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات إن اكتشاف مقبرة نادرة تعود لأكثر من 4000 سنة، وذلك وفقا لما نشرته أكاديمية العلوم الروسية، يعتبر إنجازا ضخما في مجال الدراسات الأثرية، حيث إن منطقة أهرامات الجيزة دائما ما كانت محط اهتمام العلماء والباحثين، نظرا لكونها مليئة بالأسرار والكنوز الأثرية التي لم تكتشف بعد. والنقوش التي تحتويها هذه المقبرة تعكس جوانب من الحياة اليومية في مصر القديمة، مثل مشاهد تقديم القرابين والصيد، مما يعكس الثقافة الغنية لهذه الفترة. وأضاف عامر أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في إمكانية فتح أبواب عديدة لاستكشاف المزيد من المقابر النادرة التي لم تعرف من قبل، ويعكس اكتشاف المقبرة الجديدة حالة جيدة من الحفاظ عليها، حيث لم تتعرض للنهب أو السرقة، وهو ما يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وما أقامت به من جهود للحفاظ على قبورها وأماكن دفنها، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف يعزز من فهمنا لعهد الأسرة الخامسة، حيث معظم الآثار المستخرجة حتى الآن كانت في منطقة أبو صير، مما يعني أن هناك الكثير من الطموح والرغبة في الاستكشاف والتوسيع المعرفي في هذا المجال. وأوضح أن معظم الآثار المرتبطة بعهد الأسرة الخامسة كانت تتركز في مناطق محددة، نظرا لاكتمال أهرامات الجيزة بعدد كبير من الأهرامات والمقابر. واكتشاف مثل هذه المقبرة التي تمثل جمال وروعة عهد الأسرة الخامسة يعتبر أمرا نادرا بالفعل، نظرا لأن معظم الاكتشافات السابقة كانت تعود لعهد الأسرة الرابعة. فإن هذا الاكتشاف الجديد يقودنا إلى احتمالية العثور على آثار نادرة تنتمي لأسر أخرى، مما يوسع من معرفتنا بحضارة مصر القديمة ويظهر مدى تنوعها. وأكد الخبير الأثري أن هذا الاكتشاف يفتح المجال واسعا للتفكير في المستقبل في مجال الآثار المصرية، فالاكتشافات الجديدة لها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للتاريخ القديم وتاريخ الأسرة الحاكمة في مصر، ويظل عالم المصريات مجالا غنيا بالمفاجآت والاكتشافات، ويمثل مصدر إلهام للباحثين وعشاق التاريخ على حد سواء. ومن المتوقع أن تسفر المزيد من البعثات الأثرية في المستقبل عن اكتشافات قيمة تضيف فصولا جديدة لهذا الإرث الحضاري العظيم. جدير بالذكر أن عهد الأسرة الخامسة في مصر حوالي 2494 2345 قبل الميلاد يعتبر فترة مهمة في تاريخ الحضارة المصرية القديمة بسبب التطورات الكبيرة في الفن والمعمار والدين، ومن أهمها الأهرامات. فتعتبر أهرامات الأسرة الخامسة أقل حجما من أهرامات الأسرة الرابعة، لكنها تتميز بتصميمها المعماري الفريد. أبرز هذه الأهرامات هو هرم الملك أوسر كاف، وهو أول هرم في هذه الأسرة وأحد أعظم آثار هذه الفترة. ومعابد الشمس، تم إنشاء عدة معابد مخصصة لعبادة الشمس خلال عهد الأسرة الخامسة، مثل معبد أهرم أوسر كاف ومعبد مونتو، وكانت هذه المعابد مراكز دينية هامة، وتم تصميمها بطريقة تعكس التوجه المبعوث نحو الشمس. وأيضا التماثيل والنقوش. الفن خلال هذه الفترة شهد
شهدت تطورات ملحوظة، حيث تم العثور على العديد من التماثيل والنقوش التي تظهر تفاصيل الحياة اليومية ونمط المعيشة، بالإضافة إلى تصوير الآلهة والملوك. من أبرز التماثيل هو تمثال الملك إسماعيل الذي يمثل الاختلاف في تصميمه ودقته. وأيضا الفنون التطبيقية، الآثار المرتبطة بالفنون التطبيقية مثل الأواني الفخارية والمجوهرات والأدوات المنزلية تعكس براعة الحرفيين في تلك الفترة. وصناعة الفخار والمجوهرات تطورت بشكل ملحوظ، وتم العثور على قطع أثرية رائعة تبرز الحرف اليدوية الدقيقة. أما الأدب والنقوش الجنائزية، النصوص المدونة على جدران المقابر والمعابد تحمل أهمية كبيرة من الناحية الأدبية والدينية. الكتبة كتبوا عن حياة الملوك والآلهة، وأيضا عن المعتقدات المتعلقة بالحياة بعد الموت، مثل الأناشيد ونصوص الأهرامات التي تعكس المعتقدات الدينية. أما المقابر، تم اكتشاف العديد من المقابر النبلاء التي تعود لعهد هذه الأسرة، والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من الهدايا الجنائزية. هذه المقابر تظهر الممارسات الجنائزية والتوجهات الفنية التي كانت سائدة في تلك الفترة، وتلقي الآثار المرتبطة بعهد الأسرة الخامسة الضوء على تطور الحضارة المصرية القديمة في مجالات الدين والفنون والهندسة المعمارية، وهي تعكس الهوية الثقافية والاجتماعية في تلك الفترة. ولا تنسوا الاشتراك معنا. كان معكم بسمة مجدي.